السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده المحاضرة رقم 2 في شرح المنهج بتاعنا. في الفيديو اللي فات خدنا لحد بالظبط المقاومة الكهربية واتكلمنا عليها بكل التفاصيل، بس ما اتكلمناش عن العوامل اللي بتوقف عليها المقاومة الكهربية. ان شاء الله في فيديو النهارده هنخلص الدرس الاول، مش بس كده هنحل ان شاء الله في اخر الفيديو شوية اسئلة مهمين علشان ان شاء الله نلحق نخش في الدرس الثاني على طول. قبل ما ابدا الفيديو عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك، ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، ومستني انت فهمت ولا ما فهمتش تحت في الكومنتات يا بطل، واي سؤال انت ما تعرفوش ابعته لي في الكومنتات. وما تنساش ان انا حاطط لك رقمي تحت عشان لو حابب تتابعنا باستمرار، وهحط لك كمان لينك الصفحه بتاعتنا اللي موجوده على الفيسبوك، فمستنيك يا بطل في اي وقت. طيب يلا نبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بايه يا مستر النهارده في المحاضره الثانيه؟ اول حاجه جايين نتكلم عليها حاجه اسمها قانون اوم. ايه يا مستر؟ حاجه اسمها قانون اوم. ايه قانون اوم ده؟ قالك والله في قانون اوم ده ليه تعريف. ايه التعريف بتاعه؟ بيقول لك اللي انت عندك شده التيار الكهربي يتناسب تناسبا طرديا مع فرق الجهد الكهربي بين طرفيه عند ثبوت درجه الحراره. ومن التعريف ده احنا لازم نطلع صيغه لقانون اوم ده واحده واحده. انت قلت لي ايه؟ بتقول لي ان انا عندي شده التيار الكهربي يتناسب تناسبا طرديا. يتناسب تناسبا ايه؟ طرديا مع مين يا مستر؟ مع فرق الجهد الكهربي بين طرفي عند ثبوت درجة الحرارة. عند ثبوت درجة الحرارة يعني كأني بقول لك إن المقاومة بتاعتي ثابتة. طب يا مستر تعالى نترجم التعريف ده لصيغة. يبقى ممكن يجي يسألني في الامتحان ويقول لي اكتب بعد إذنك الصيغة بتاعت قانون أوم. طب تمام، أنت بتقول إن شدة التيار يتناسب تناسبا طرديا مع مين؟ مع فرق الجهد الكهربي عند ثبوت مين؟ عند ثبوت درجة الحرارة. يعني يا مستر أقول V بتساوي كونستانت في اي. انا شلت علامة التناسب وحطيت مكانها ثابت. طب مين ايه عند ثبوت درجة الحرارة دي؟ يعني بيقول لك شيل الكونستانت ده وحط مكانه ايه؟ وحط مكانه الار. يبقى الفي بتساوي ار في اي. تعالى كده يجي يسألني في الامتحان عاوز الصيغة لقانون اوم، تقول له خلاص يا مستر الفي بتساوي اي في ار. ومن هنا احنا ما طلعناش قانون جديد. ليه؟ لان ممكن واحد يقول لي بعد اذنك فكرني لحد دلوقتي ايه القوانين اللي احنا خدناها. طب تعالى مع بعض كده. بص يا سيدي، اول قانون احنا خدناه عندك في المنهج كان بيقول، هات القلم الاسود ده، كان بيقول اللي انت عندك ان التيار الكهربي بيساوي كيو على تي. وكمان قلنا ممكن نفك الكيو ان في اي وتنزل التي زي ما هي. فيها حاجه لحد دلوقتي؟ لا. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فرق الجهد الكهربي. وقلت لك ان فرق الجهد الكهربي هو عباره عن مين على مين؟ قلت لي ساعتها مستر الدبليو على الكيو. وساعتها قلت لك انت ممكن تشيل الكيو وتحط مكانها اي في تي عادي جدا. وكمان فكرتك ان انت عندك قانون ممكن تنساه، ان الشغل بتساوي القوه في الازاحه. وطلعنا كمان وحده من الحته دي، وبالتالي بقى عندنا وحده مكافاه رابعه لمين؟ لفرق الجهد الكهربي بتاعي. وكمان بعد كده جيت قلت لك ان انت عندك قانون بيقول ايه؟ بيقول لك ان الار بتساوي في على اي. وقانون اوم هو يعني ممكن اقول ان انا عندي الفي بتساوي اي في ار. تمام لحد دلوقتي يا مستر؟ كده انا بقول لك قانون اوم. يعني معنى كده يا مستر ان انا اقدر اقول عند ثبوت درجة الحرارة، يعني عند ثبوت الار ده، يتناسب فرق الجهد الكهربي تناسبا ايه مع شدة التيار؟ يتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار. يعني ساعتها لما يجي يقول لي هات الميل هنا، اقدر اقول له ان الميل بتاعي بيساوي اللي موجود على محور الصادات على اللي موجود على محور السينات يساوي مين؟ في على اي. ده بيساوي حاجه اسمها ار. بجيب الميل ازاي؟ بص كده، انت بتقول في على اي، في على اي
ما ارجعش فاضي، اخد اللي قدام الاي. مين اللي قدام الاي؟ الار بس، يبقى اخدها وارجع بيها تاني. يبقى ساعتها اقول ار على الواحد اللي هي بتساوي ايه؟ ار. وانا كده جبت الميل بتاعي. لحد هنا مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. طب يا مستر بعد اذنك بقى تعالى ناخد حاجه اسمها ايه؟ العوامل اللي بيتوقف عليها المقاومه الكهربيه. وبعد كده هناخد حاجه اسمها الطاقه الكهربيه وحاجه اسمها القدره الكهربيه. وكده انت خلصت الدرس الاول بتاعنا ونخش نحل على طول. ركز معايا. بص يا سيدي، خلاص قانون قوم اتظبط معاك، قانون قوم اتظبط معاك. طيب تعالى ناخد ايه العوامل التي تتوقف عليها مين؟ المقاومة الكهربية. وهذا اللي استنى من غير ما تكتب اي حاجة اقدر اقول تبعا لهذا القانون ان الار بتساوي في على الاي. يبقى انا عندي المقاومة الكهربية تتوقف على فرق الجهد وبتتوقف على شدة التيار. قال لك الكلام ده لا. امال ايه يا عم؟ قال لك اول حاجة طول الموصل او طول السلك عادي. 2 خلينا ماشي واحده واحده. طول السلك ماله يا عم؟ قال لك انا عندي المقاومه تتناسب تناسبا طرديا مع طول السلك. فواحد قال لي ممكن تفهمني الحته دي؟ اقول له فهمها لك. بص يا عم، دلوقتي لو انت عندك شارع طوله وليكن صغير شويه وعندك شارع جنبه طوله كبير، حلو، وعندك في الشارع اللي طوله صغير ده في كم معين من الناس واقفين قصادك، وانت التيار الكهربي داخل تعدي الشارع، وجيت برضو نفس اللي انت هتعمله في الشارع الصغير هتعمله في الشارع الطويل، وبرضو في ناس كتيرة واقفة في الشارع ده بتحاول ان هي تعوق حركتك. انت شايف ان المقاومة في الشارع الصغير قد المقاومة في الشارع الطويل؟ هتقول لي لا، كل ما الشارع طول كل يا مستر ما انا كل ما كانت المقاومة بتاعته كبيرة او المعوقة اللي انا واجهتها كبيرة. هو نفس الكلام. التيار لو شايف ان عنده سلك قد كده هيمشي فيه لمقاومة معينة وجاب سلك اطول شوية، معنى كده ان التيار بتاعي هيواجه معوقة اكبر. ليه؟ لان طول السلك بتاعي زاد فمقاومته زادت، فبالتالي خلاص كده ايه؟ يبقى انا عرفت ان لما السلك طوله زاد كل ما المقاومة بتاعتي كبرت. يعني انا جيت بقول لك اهو، بحاول اتخيلها لك ان انت معاك شارع طويل وشارع صغير، ده في ناس وده في ناس، فانت اعتبر نفسك طيار ماشي في الشارع الصغير. لا يا مستر والله كانت مقاومتي اقل ما انا جيت مشيت في ايه؟ في الشارع الطويل. هي كده. فانا من الاخر كل ما طول السلك بتاعي كل ما كبر كل ما المقاومة الكهربية بتاعتي مالها كبرت. يبقى أول حاجة المقاومة الكهربية تتناسب تناسبا طرديا مع طول الموصل أو طول السلك. يعني لو الطول بتاعي زاد للضعف المقاومة بتاعتي تزيد للضعف مع ثبوت باقي الحاجات التانية. طيب تاني حاجة قال لك والله إن أنا عندي مساحة مقطع السلك. ماله؟ قال لك يتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة الكهربية. طيب ادي الار تتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة الكهربية. طيب ازاي يعني يا مستر؟ يعني انا دلوقتي عندي سلك اهو يا باشا، ده طوله ومساحة المقطع يعني وليكن نص القطر بتاعي، نص القطر اللي هو ار مثلا وليكن 1 سنتيمتر، فبالتالي المساحة عبارة عن ايه؟ المساحة عبارة عن باي ار تربيع. ماشي. ومعايا سلك نفس الطول بس مساحة المقطع بتاعتي كبيرة شوية. ماشي؟ طيب انت تحس ان وليكن انت ماشي في شارع ضيق وشارع واسع. لو انت ماشي في شارع ضيق هتلاقي نفسك ان انت بتواجه معوقة اكبر من لو انت ماشي في شارع واسع. يعني وليكن معاك شارع ضيق والشارع ده وليكن فيه مثلا 500 شخص، ماشي، ومعاك شارع تاني نفس الطول وواقف فيه 500 شخص بس واسع شوية. لما تيجي انت تمشي في الشارع الضيق هتلاقي نفس المعوقة
او المقاومه زي ما انت ماشي في الشارع الواسع، لا طبعا انا ممكن امشي في الشارع الواسع ما اخبطش في حد، لكن انا في الشارع الضيق اكيد هخبط في حد. هو كده التيار والمقاومه. فانت كل ما مساحه المقطع بتاعتك تكبر كل ما المقاومه بتاعتي تقل. تمام؟ يبقى انا خدت طول السلك، مساحه مقطع السلك، تالت حاجه درجه الحراره، رابع حاجه اسمها المقاومه النوعيه للسلك. طيب لحد هنا في اي مشكله؟ لا يا عم مفيش اي مشكله. طيب يا مستر تعالى من طول السلك ومساحه مقطع السلك ده نطلع قانون تاني للمقاومه. تاني؟ هو احنا طلعنا قانون اولاني؟ يا عم الار بتساوي في على الاي. طيب انا عندي دلوقتي بما اني ادي وليكن المعادله رقم 1 وادي المعادله رقم 2، نقدر نقول ان انا عندي الار بتساوي ال او تتناسب مع ال مع طردي وعكسي مع الايه. عاوز اشيل علامه التناسب دي احط مكانها يساوي كونستانت، اذا اقدر اقول الار بيساوي كونستانت في ال على ايه. اشيل كونستانت واحط حاجه اسمها الرو اي. قال لي ايه رو اي دي؟ قال لك دي حاجه اسمها المقاومه النوعيه. اسمها حاجه اسمها ايه؟ اسمها المقاومه النوعيه. طيب يبقى انا عندي الار بتساوي رو اي في ال على الاي، ورو اي دي خلي بالك دي مقاومه نوعيه وليكن لماده زي النحاس بتبقى ليها قيمه ثابته. بتبقى ليها قيمه ثابته، يعني من الاخر ما ينفعش المقاومه النوعيه للنحاس تبقى زي المقاومه النوعيه للالومنيوم، تبقى زي المقاومه النوعيه للخشب، تبقى زي المقاومه النوعيه للحديد. يبقى من الاخر لكل ماده مقاومه نوعيه خاصه بيها. عشان كده بيجي يقول لك ان المقاومه النوعيه دي خاصيه فيزيائيه مميزه. ليه؟ لان انا ما ينفعش الاقي مثلا المقاومه النوعيه لماده مثلا وليكن قيمه معينه، والله هلاقي ايه؟ ان لو في معايا ماده تانية هيبقى لها نفس القيمه. لا، لكل ماده مقاومه نوعيه خاصه بيها. تمام لحد هنا؟ تمام يا عم لحد هنا. يبقى انا عندي الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ على ايه. تمام. يبقى اكتب القانون بتاعي الجديد اللي ظهر عندي. ادي رقم 5، الار بتساوي رو اي في ال على الاي. حلو قوي يا مستر. ومن هنا هنبدا نطلع لك كام قانون شكله وحش. ماشي. يبقى خلاص يا مستر الار بتساوي رو اي في ال على الاي. تعالى كده نقدر نقول يا مستر انا عندي دلوقتي انت بتقول ان الار بتساوي رو اي في ال على الاي. يعني معنى كده لو انا عندي وليكن طول السلك بتاعي زاد للضعف، ايه اللي هيحصل للمقاومه عند ثبوت المقاومه النوعيه ومين؟ ومساحه المقطع. فواحد يقول لي يعني ايه عند ثبوت المقاومه النوعيه؟ يعني انا وليكن كان معايا سلك مصنوع من النحاس، حلو كده، وانا جيت قلت لك ان انا زودت طوله للضعف، بس ما غيرتش لا في مساحته ولا غيرت في الماده بتاعته، يعني ما جبت السلك مصنوع من الالومنيوم. فهمت قصدي ايه؟ فساعتها كده بيقول لك ان المقاومه النوعيه بتاعتي ثابته. يعني اصلا ممكن يجي يقول لك في بعد كده في المسائل يجي يقول لك ان انا معايا سلكين من نفس الماده، يعني الاثنين يا اما مصنوعين من نحاس او الاثنين مصنوعين من الومنيوم او الاثنين مصنوعين من نفس الماده، فيعني معنى كده ان الرؤي بتاعتي مالها ايه؟ ثابته. عشان كده الناس اللي هي بدات تحل لما بيجي يقول لها ان انا عندي سلكين مصنوعين من نفس الماده بيبدا يطير الرؤي مع الرؤي، ما بتفرقش معاه هي الرؤي اللي هي المقاومه النوعيه بتاعته بكام. طيب يبقى لحد هنا يا مستر انت زي الفل. طب يا مستر لو انا عندي طول السلك بتاعي هو اللي ثابت بس انا عندي مساحه المقطع بتاعتي وليكن زادت للضعف، ايه اللي يحصل للمقاومه عند ثبوت الطول والمقاومه النوعيه؟ ساعتها هتقل للنص. طب واحد تاني يقول لي لقيته جايب لي في بعض الامثله ان انا عندي نص قطر السلك زاد للضعف، ماذا يحدث للمقاومه الكهربيه؟ فواحد يقول لي مش عارف اعمل ايه. اقول له بقى هنا لازم تضيف حته رياضه حتى لو انت علم علوم. هو قانون المساحه بيقول ايه؟
هتقول لي مش معنى ان انت بتفك المساحه الباي ار تربيع، اقول لك لان احنا بنعتبر ان السلك بتاعنا واخد شكل الدايره، فنقدر نقول ساعتها هنفك المساحه لباي ار تربيع. انت بتقول ان انا عندي نص القطر زاد للضعف، يعني كانك بتقول ان ار 2 الجديده بتساوي 2 ار 1، يعني ده زاد للضعف. بص كده، اعمل قوس و2 ار 1 الكل تربيع، فالتربيع زي ما يخش هنا هيخش على الاثنين، فساعتها دي هتبقى عباره عن 4 ار 1. انت بتقول ان نص القطر زاد للضعف، بس عشان اتحط تحت التربيع فبقت كام؟ الاتنين بقت 4، يبقى ساعتها الار يحصل لها ايه؟ تقل للربع. فواحد يقول لي بصراحه مش فاهم قوي، هقول له اصبر شويه كده علشان انا هقول لك كام حته بسيطه، وبعد كده هناخد امثله التناسب بتاعتنا، بس بعد ما نخلص كل القوانين اللي موجوده عندك في ايه؟ في الجزئيه دي. يبقى كمان ممكن اطلع شكل تاني عشان ما اتلخبطش، ان الرو اي في ال على باي ار تربيع. انا عملت ايه؟ فكيت المساحه مش اكتر. لحد هنا عندك اي مشكله؟ لا يا عم ما عنديش اي مشكله. طيب تعالى كده ناخد كام مثال كده بسيط، وبعد كده يا سيدي نكمل مع بعض. طيب ركز كده معايا، ده هو يا عم كده خلاص. نمسح العوامل توقف عليها الار. اول حاجه طول السلك، تاني حاجة مساحة مقطع السلك أو مساحة مقطع الموصل، تالت حاجة درجة الحرارة، رابع حاجة المقاومة النوعية للسلك أو ممكن نقول نوع مادة الموصل أو ممكن نقول التوصيلية الكهربية للسلك. ما هي كلمة نوع مادة الموصل، يعني كلمة نوع مادة الموصل دي تخص حاجتين، المقاومة النوعية وفي حاجة اسمها التوصيلية الكهربية، وهكلمك عن دي وهكلمك برضو عن دي. احنا خدنا المقاومة النوعية في الحصة اللي فاتت اللي كانت بتقول ايه؟ ان المقاومة النوعية عبارة عن مقلوب مين؟ عبارة عن مقلوب التوصيلية الكهربية، وان التوصيلية الكهربية عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقلوب مين؟ عبارة عن مقلوب المقاومة النوعية. لا هناخدها كمان الحصة دي، ما خدتهاش انت الحصة اللي فاتت. يبقى انت ممكن تكتب المقاومة النوعية للسلك او التوصيلية الكهربية للسلك، او ممكن تريح دماغك وتكتب ايه؟ وتكتب نوع مادة الموصل او نوع مادة السلك بتاعي، نوع مادة الموصل. ماشي تمام. نوع مادة الموصل اللي هي ايه يا عم؟ اللي هي انا كنت لسه اقولها لك ان في حاجة اسمها المقاومة النوعية وفي حاجة اسمها ايه؟ التوصيلية الكهربية. والمقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية دي لا، دي والله لكل مادة معينة ليها توصيلية خاصة بيها وليها مقاومة نوعية خاصة بيها. طيب نكمل. خلاص يا عم خدنا المقاومة النوعية أو العوامل تقف عليها المقاومة الكهربية. تعالى بقى ناخد إيه؟ تعالى بس ناخد الحتة بتاعت التناسب دي يا مستر عشان أنا بغلط فيها. طيب أنت عندك إن الآر بتساوي رو إي في ال على الإي، صح؟ طيب طب لو أنا عندي سلكين وعاوز أقارن بينهم، أو كان معايا سلك وليكن طوله ال واحد ومساحة مقطعه ايه؟ واحد. حلو كده؟ ووليكن مصنوع من مادة زي النحاس، فرو اي واحد، دي اسمها ايه؟ اسمها المقاومة النوعية. طيب عاوز الار بتاعتها، دي مقاومة معينة فسميها ار واحد. طيب دلوقتي بقى معايا سلك تاني طوله الاتنين، يبقى ده سلك رقم 2 وده سلك رقم 1 ومساحة مقطعه 2 ومصنوع من مادة تانية غير المادة الأولى، بقى ليه مقاومة اسمها R2. عاوز أعمل مقارنة بينهم، أنت معاك القانون اللي هو ده. طيب عاوز تعمل إيه؟ تقسم R1 على R2. طيب هي الR بما إن الR بتساوي رو إي في ال على إيه، فأنا هقول والله R1 على R2. R1 اللي هي مين؟ اللي هي رو إي 1 في ال 1 على إي 1 أهي، رو إي 1 في ال 1 على إي 1. R2 نفسها بس هغير الواحد واخليها 2 2 2 2، يبقى ساعتها اقول رو اي 2 في ال 2 على اي 2. طيب اعمل ايه يا مستر؟ الاي دي تنزل هنا والاي دي تطلع لفوق. اتلخبطت، ماشي. بص كده، سيبك من دي تطلع لفوق دلوقتي، نزل الاي دي لتحت، هتبقى عامله كده رو اي 1 ال 1 على اي 1
في رو اي 2 في ال 2، طلع الايه لفوق في ايه 2. فعلا يا مستر بص كده، الار تتناسب تناسبا طرديا مع مين؟ مع عندي هنا الطول، وبتتناسب تناسبا عكسيا مع مين؟ مع الايه واحد. انت كده ركبت ايه؟ التناسب في بعض. ظهر عندك القانون ده. واحد يقول لي ادي ده قانون جديد احفظه. لا هو مش جديد، دي عمليه ايه؟ اسمه تناسب، ما فيهاش اي مشكله. انت خلاص بدل معاك الاساس تلعب براحتك، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. لو جه قال لك ان السلك رقم واحد ده من نفس النوع، او السلك رقم 2 ده والسلك رقم 1 ده ليهم من نفس النوع، يعني الاثنين نحاس، الاثنين الومنيوم، الاثنين حديد، الاثنين من نفس النوع، يبقى ساعتها هطير ده مع ده، فيظهر عندي الشكل ده ان R1 على R2 يديني L1 A2 على L2 A1. صعبة؟ لا يا عم الصعب. طيب جيت كده يا مستر بالصدفة فتحت الكتاب الخارجي اللي انا ما بذاكرش منه وانا بذاكر من مذكرة الاستاذ بتاعي، لقيت كده كام قانون كبير شوية. فيهم ايه؟ لقيت فيهم يا مستر كثافة، لقيت فيهم يا مستر كتلة، لقيت فيهم يا مستر حجم. اتخضيت. راح جه واحد شاطر ابن ناس راح باصمهم، فجه واحد اشطر منه شويه بس ما بيعرفش يحفظ، راح كاتبهم في ورقه وملزقهم قدام عينيه. فجه واحد تالت قال لي انا نفسي افهمهم. تعالى كده نفهمهم ومش هتحفظهم ان شاء الله. بص يا سيدي، وانت صغير قد كده كنت في تانية ثانوي من كام شهر كنا بنديك قانون بيقول ايه؟ بيقول والله ان انا عندي لو انا عاوز اجيب حجم حاجه، حجم اسطوانه، كنا بنقول مساحه القاعده في الارتفاع بتاعها. شكرا. يبقى كنت بتقول ان الحجم بيساوي مساحه القاعده في الارتفاع بتاعها. اهو اسطوانه عاوز اجيب حجمها، مساحه القاعده اللي هي ايه؟ في الارتفاع بتاعها اللي هو ال. حلو. القانون ده لازم وانت بادئ فيزياء في ثالثه ثانوي تحطه في جيبك وانت مطمن. ايوه اعمل ايه يعني؟ تحط كده مستطيل جواه وتمشي بيه في ادخم مساله. ازاي يعني؟ هو لما بيجي يلعب عليك اصلا في اول درس بيجيب لك مساله او بيجيب تناسب بين سلك وسلك، يعني كان معايا سلك طوله كذا اصبح طوله كذا، بس بيخفي يا اما الطول يا اما المساحه. مش فاهم حاجه. يعني هو من الاخر بيطلب منك مقاومة السلك رقم 1 أو السلك رقم 2، وانت كده عندك خلاص مجهول. فالمفروض ان انا في اي سؤال يبقى عندي مجهول واحد، تلاقي ظاهر عندك مجهول تاني ألا وهو المساحة. أو يطلب منك برضو المقاومات بس المرة دي المجهول كمان الطول، تقعد تلف حوالين نفسك ما تعرفش تجيبه. الحل في ايه؟ الحل في عمنا ده. فعشان كده هحط لك القانون هنا رقم 6 واقول لك ده بالنسبة لي اهم قانون، ان الحجم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع او في الطول بتاعي. ايوه يعني استفدت ايه؟ بص يا سيدي، بيجي يعمل ايه؟ بتيجي تبص في المسألة تلاقي نفسك ان انت عندك الارات بتاعتك فيها مجهول، خلاص المفروض ما يظهرش عندي مجهول تاني. ابص الاقي ان انا معايا الاطوال، بس المشكلة يا مستر ان انا لا معايا ايه 2 ولا معايا ايه 1. ايوه يعني اعمل ايه؟ قال لك يا عم ارجع للقانون ده. انت عاوز تتخلص من مين؟ عاوز اتخلص من المساحة. حاضر عينيا، يبقى تجيب المساحة هنا في طرف. استنى، انا لقيت في السؤال حاجة غريبة. لقيت ايه؟ لقيت مديني حجم. فانا جيت بقول لك ان الحجم بتساوي اف ال. انا عاوز اتخلص من الايه، هاته في طرف لوحده، يبقى الايه بتساوي فوليوم على ال. عملت ايه انا؟ قلت انا عاوز اتخلص من الايه، اقسم ده على ال واقسم ده على ال عشان اجيب الايه في طرف لوحده، فاداني ان الايه بتساوي فوليوم على ال. حضرتك عاوز تتخلص من مين؟ انا عاوز اتخلص من اي مساحه قدام عينيا. ليه؟ لان هو طالب مني مقاومات يا مستر ومديني في السؤال معطيات في حجم وفي اطوال زي الفل. اروح عامل ايه؟ اقول بما ان الار1 على ار2 بتساوي، نفترض
نفترض ان السلكين مش من نفس النوع، يعني ده مش هيطير مع ده. حاضر، يبقى ادي رو اي واحد وهنا رو اي اتنين، ادي ال واحد وادي هنا ال اتنين. اتنين اشيلها واحط مكانها فوليوم اتنين على ال اتنين اهو. ايه واحد اشيلها واحط مكانها فوليوم واحد على ال واحد، فوليوم واحد على ال واحد. طيب تعالى كده بقى نظبط الشكل. نزل لي حضرتك الرو اي زي ما هي واحد، ودي رو اتنين زي ما هي، وبعد كده يا مستر دي تنزل زي ما هي ودي تنزل زي ما هي، ال واحد ال اتنين. طيب بص كده، ال اتنين تنزل تحت وال واحد تطلع فوق، يبقى انا هنا كده عندي فوليوم واحد على ال واحد، وهنا فوليوم هنا فوليوم واحد على هنا ال اتنين ماشي، وال واحد هي اللي تطلع فوق، يبقى فوليوم واحد وهنا ال واحد. عملت ايه؟ انا نزلت ال اتنين دي تحت، بقى عندي فوليوم اتنين فوق، عندي فوليوم اتنين فوق. حلو، وفوليوم واحد واقفه تحت ماشي، بس ال واحد هي اللي هتطلع فوق. ظهر عندي القانون ده. الراجل طالب منك ايه؟ طالب مني وليكن ار 2، مديني ار 1، مديني رو اي 1 ورو 2، مديني ال 1 وال 2، مديني يا مستر فوليوم 2 وفوليوم 1 عادي جدا. استنى يا مستر، ما تخلي الشكل القانون احسن من كده. ال 1 في ال 1 بال 1 تربيع، ال 2 في ال 2 بال 2 تربيع. يبقى انا عندي القانون اللي ظهر ايه؟ رو اي واحد ال واحد تربيع فوليوم 2 على رو 2 ال 2 تربيع فوليوم 1. كده يا مستر طالب مني ار 2 ومديني حجوم ومديني الرو اي 1 والرو اي 2 ومديني اطوال، شكرا. لو السلكين من نفس الماده ساعتها بطير رو اي 1 مع رو اي 2، يظهر لي القانون بتاعي يا مستر اللي انا اصلا مستنيه، ان ار 1 على ار 2 يديني ايه؟ ال 1 تربيع فوليوم 2 على ال 2 تربيع فوليوم 1. تمام. طب واحد تاني قال لي يا مستر، مش معنى يا مستر انا عاوز اتخلص من المساحه، ما انا ممكن عاوز اتخلص من الطول. يعني الراجل مديني ايه واحد وايه 2 بس مش مديني ال واحد وال 2، ساعتها اعمل ايه؟ اقول له مش انت اول مره اتخلصت من المساحه، طب المره دي اتخلص من الطول. اعمل ايه؟ عاوز اتخلص من الطول، هات الطول في طرف لوحده. طيب اجيب الطول في طرف لوحده ازاي؟ اتخلص من اللي قدامها من الايه، يبقى اقسم الطرفين على ايه، يديني ان اللي بتساوي فوليوم على ايه. طيب اروح للقانون الاصلي بتاعي، فين الاصل بتاعي؟ ده الاصل بتاعي يا مستر، بس ده ايه؟ انا طيرت الرؤي ليه؟ عشان الاتنين من نفس النوع، مفيش اي مشكله. طيب تعالى كده واحده واحده اهو يا عم. ار واحد على ار 2 بتساوي خلاص بقى الاتنين من نفس النوع، مالناش دعوه بالرؤي دلوقتي خلاص عادي. يبقى ال واحد في ايه 2 على ال 2 ايه 1. المره دي انت عاوز تتخلص من مين؟ الراجل مديك في المعطيات حجوم ومديك مساحات، بس مش مديك لا ال واحد ولا ال 2، تقعد تلف حوالين نفسك في الامتحان ما تعرفش تحلها. يبقى ارجع للقانون حبيبي، مين؟ ان الفوليوم بيساوي مساحه المقطع في الارتفاع. ساعتها اقدر اقول له انا عاوز اشيل الالات، لو شلت ال واحد احط مكانه فوليوم واحد على ايه واحد. خلاص انت دلوقتي بقيت شاطر في الرياضه، يعني اقدر اشيل ال واحد واحط فوق فوليوم واحد على ايه واحد. طيب اقدر اشيل ال 2 واحط مكانها فوليوم 2 والاي تطلع لفوق، وبعد كده تنزل اي 2 زي ما هي وتنزل اي 1 زي ما هي. طيب يا مستر اي 1 في اي 1 باي 1 تربيع، 2 في اي 2 باي 2 تربيع. ظهر عندي قانون كده، انت مديني حجوم ومديني مساحات، اقدر اجيب الار 2 وانت مديني ار 1. صعبه؟ لا يا عم مش صعبه. طيب ببص كده يا مستر في سؤال تاني، لقيت الراجل خبى عني المساحات زي حضرتك ما عملت في اول مره، وانا خلاص اكتشفت اللعبه دي، بس المره دي مش مديني حجوم. امال مديك ايه؟ مديني كتله وكثافه، او مديني كتله بس. اعمل ايه؟ وانت صغير برضو من شهرين كنت انت في تانية ثانوي كده،
كنا بنقول لك ان انت عندك قانون بيقول ان الكثافة بتساوي كتلة على حجم. الكثافة بتساوي كتلة على الحجم، اذا الحجم بيساوي ام على الرو. يبقى انت مديني ايه؟ مديني كتلة وكثافة، شكرا. اروح اجري على الفوليوم واحط مكانها ام على الرو. طيب اهو هروح يا مستر، شوف بقى انا ظهرت كام صورة، ظهرت اهي كمان صورة، ولو في رو اي واحد ورو اتنين كان ليها صورة، وهنا نفس الكلام، دي من غير رو اي واحد ورو اتنين كمان صورة. طب يا مستر لو في كتلة وكثافة هظهر لك كمان صورة. ادي هو عشان الناس اللي بتحفظ وتقول يا مستر الحتة دي فيها قوانين كتيرة محتاج ان انا احفظها، وفي ناس بتقول ازاي اصلا احفظها. ما تحفظهاش، حتى لو خدت منك دقيقة ان انت تثبتها مفيش اي مشكلة. طيب انت المرة دي معكش الفوليوم، اشيل فوليوم 2 واحط مكانه، اشيل فوليوم واحط مكانه ام 2 على رو 2. يبقى ادي ام 2 وتنزل لي الرو 2 هنا. اشيل فوليوم 1 واحط مكانه ام 1 مقام المقام بسط، يبقى رو 1. ظهر عندي الشكل ده. استنى مستر، انت ليه شايل رو اي 1 ورو 2؟ عشان انت يا حبيبي كنت قايل لي ان هما من نفس الماده، لكن لو مش من نفس الماده او مش من نفس النوع كنا هنسيبهم زي ما هما. بدل قال لك ان الاتنين من نفس الماده، احنا كنا بنطير مين؟ المقاومه النوعيه، وتاخد في ايديها مين؟ الكثافه. يبقى لو قال لي من نفس الماده، وده تقريبا اللي بيجيبه في كل الاسئله، بتطير الرو اي وبتطير معاها مين؟ الكثافه. يظهر عندك القانون ده. ما قاليش من نفس الماده ومديني كثافه لكل سلك، مفيش مشكله، حطهم في القانون زي ما هم. طب يا مستر دلوقتي انت قلت لو انا مخبى عني المساحه ومديني كتله وكثافه، طب لو خبى عني الطول ومديني كتله وكثافه، خلاص بقى انت بقيت شاطر، تطلع لفوق زي ما احنا عملنا. انت المفروض تشيل مين؟ الحجم، تحط مكانه مين؟ تحط مكانه ام 1 على رو 1، وهنا ام 2 على رو 2. هو ايه من نفس الماده؟ يبقى شيل الروهات، يظهر عندك الشكل ده. لحد هنا في اي مشكله؟ لا يا عم مفيش اي مشكله. استنى بقى، يعني معنى كده ان انا عندي المقاومه الكهربيه يا مستر تتوقف على ايه؟ تتوقف على كتله كثافه؟ لا لا لا، مفيش منه الكلام ده. هي بتتوقف على ايه؟ توقف على طول الموصل، مساحه مقطع الموصل، نوع ماده الموصل، درجه الحراره. استنى بقى يا مستر، كان في واحد كده قايل لي في الفيديو اللي فات، انت نفس الشخص بس كنت بشعر شويه، كنت بتقول لي يا مستر في لعبه كده بيضحكوا علينا بيها. ايه هي دي يا عم؟ بتقول لي يا مستر هو انا لو لعبت في التيار الكهربي المقاومه يحصل لها حاجه؟ طب لو لعبت في المقاومه التيار يحصل له حاجه؟ انت لسه في اول الفيديو كنت بتقول لي ان الار بتساوي في على الاي، يعني من الاخر كنت بتقول لي يا مستر ان انا لو لعبت في فرق الجهد التيار بتاعي بيتغير، في المقاومه بتاعتي ما بيحصلهاش حاجه، ولو لعبت في التيار الفي بيتغير، في الار ما بيحصلهاش حاجه. يبقى معنى كده ان انا مهما العب في التيار الكهربي المقاومه بتاعتي زي ما هي، لكن انا لو لعبت في المقاومه التيار بتاعي يتغير بنسبه عكسيه. عاوز افهمها، يعني انا لو رحت جبت وليكن لمبه، او رحت جبت وليكن ماشي خلينا في لمبه عشان سهل عليه، اللمبه دي مقاومتها وليكن 10 اوم، حلو، وانت جيت حطيتها وليكن في دايره كهربيه، وكان ماشي في التيار الكهربي وليكن 1 امبير، وهو بيقول لك في الكتالوج وليكن بتاع اللمبه دي وليكن بيقول لك ان هي بتستحمل لحد 2 امبير، بعد 2 امبير هتفجر في وشك على طول. طيب انا جيت مررت فيها نص امبير، هتعمل ايه؟ هترعش شويه كده وتطلع منها نور، عمال تزود في التيار الكهربي، بيحصل ايه؟ الاضاءه بتاعتها عمال تزيد. هل المقاومه بتاعت اللمبه حصل لها حاجه؟ ما حصلهاش حاجه. مشيت فيها 2 امبير اشتغلت فل الفل، مشيت فيها 3 امبير راح مفرقعه في وشك. ايه اللي حصل؟ ما انت حضرتك انا بقول لك والله هي بتستحمل 2 امبير والمقاومه بتاعتها وليكن 10 اوم، حلو، انت عمال تزود في التيار، المقاومه بتاعتي انا ماليش دعوه، انا 10 اوم، عمال تقلل في التيار ماليش دعوه برضو، انا 10 اوم، لكن انا وليكن كنت حاطط
لمبه 10 اوم، فكنت انا ممشي فيها وليكن 1 امبير زي الفل شغاله. طب انا حطيت وليكن حاجه اكبر شويه مقاومتها 50 اوم، هيحصل ايه للتيار؟ التيار بتاعي يبدا ان هو يقل. ليه؟ لانك انت رفعت المقاومه بتاعها. يعني التيار كان ماشي بسلام في الايه؟ في ال10 اوم وزي الفل والاضاءه زي الفل، انت جبت لي مقاومه كبيره التيار مش هيعرف يعدي فيها. عارف عامله زي ايه؟ زي ما بقول لك ان انت لو انت عندك دايره مفتوحه التيار ما بيقدرش يمشي. ليه؟ لان مقاومه الهواء كبيره شويه. تمام لحد هنا؟ تمام يا عم لحد هنا. يبقى قاعدة واحدة، كلمة واحدة، جملة واحدة، أنا عندي التيار يتوقف على المقاومة، ولكن المقاومة لا تتوقف على إيه؟ لا تتوقف على التيار الكهربي. يعني بيجيب لك في الامتحان بيقول لك لو أنا عندي وليكن جهاز مقاومته 10 أوم كان ماشي فيه تيار قدره 3 أمبير، لو أنا جيت زودت التيار ل6 امبير هيحصل ايه لمقاومه الجهاز ده؟ تظل ثابته. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك 50 اوم تحطها 50 اوم، 20 اوم تحطها 20 اوم. طب يجي يعكس، يجي يقول لك وليكن انا كان عندي وليكن حاجه مقاومتها 20 اوم وكان ماشي فيها تيار 2 امبير، جيت انا عملت ايه؟ جيت انا احنا قلنا كام اوم؟ قلنا مثلا خلينا في 20 اوم، جيت قلت لك انا خليت المقاومه بدل ما هي 20 اوم خليتها 40 اوم. تفتكر التيار يحصل له ايه مع ثبوت الفي؟ المفروض ان التيار يظل كما هو ولا يزيد ولا يقل؟ لا استنى، ده انت زودت المقاومه للضعف، يبقى التيار يقل ايه؟ للنص عند ثبوت مين؟ الفي بتاعتي. خلاص لحد هنا؟ خلاص يا مستر لحد هنا. طيب بيلعب معايا في حته ايه؟ بيلعب معايا في حته الاطوال والمساحات. بيجي يقول لك ان انا كان عندي وليكن مقاومه سلك قيمتها ار، حلو كده، طول السلك بتاعي زودته للضعف ومساحه المقطع قللته للربع. ايه اللي بيحصل للمقاومه؟ غير ما بيجي يضحك عليك في حته، واي واحد بياخد عند مدرس بتاعه لعب معاه في الحته دي في الكويز عشان يوقعك فيها. بيقول لك ان انا عندي اول سؤال اللي انا قلته ده سهل، ان هو بيقول لك ايه اللي حصل للمقاومه الثانيه، غير ما يجي يقول لك المقاومه اتغيرت بمقدار ايه او زاد بمقدار ايه. كلمه بمقدار دي، زادت بمقدار دي، اول ما تسمعها تقول استنى عشان هنا الخبز كله في الاستاذ بتاعي. ليه؟ لان في فرق لما اجي انا اقول لك انت كان معاك جنيه وبقى معاك 10 جنيه، فجيت قلت لك انت في الاول كان معاك كام؟ كان معايا جنيه. طيب دلوقتي بقى معاك كام؟ بقى معايا 10 جنيه. وفي فرق لما اجي اقول لك انت كان معاك جنيه ودلوقتي بقى معاك 10 جنيه، فاسالك السؤال اقول لك هو انت زدت بمقدار كام جنيه؟ فساعتها تقول لي استنى انا ما زدتش بمقدار 10 جنيه، انا كان معايا جنيه دلوقتي ربنا كرمني بقى معايا 10 جنيه، يبقى انا زدت بمقدار 9 جنيه. هي نفس الكلام، بيجي يقول لك ان انا وليكن هكتب لك سؤال زيه، ان انا مثلا يجي يقول لك انا كان معايا مقاومه سلك قدره ار، حلو، ادي ار واحد، بص لما باجي احل كان معايا سلك مقاومته ار، يبقى ار واحد بتساوي ار، ماشي، وكان طوله عباره عن ال، يبقى ال واحد بتساوي ال، ومساحه مقطعه عباره عن ايه، يبقى ايه واحد بتساوي ايه، حلو. بيقول لك رحت انا زودت الطول للضعف، يبقى انا كده خلاص زودت طول، يبقى انا المقاومه بتاعتي اتغيرت، يبقى ار 2 بقى اسمها ار 2 معرفش، وطوله انت قلت زودته للضعف يبقى ال 2. بص انت بتقول ايه؟ زودته للضعف، يعني بقى ال 2 عباره عن 2 ال 1، ماشي؟ طيب فجاي بيقول لك ومساحه مقطعه وليكن نقول ان احنا مثلا قال لنا النص، ماشي، يبقى ايه 2 بتساوي نص ايه 1. عاوز ار 2، عاوز ار 2. طيب بص يا سيدي، سيبك من الفرض ال دي والايه دي، ماشي، عاوز تفرضه براحتك مش عاوز تسيبه كده عادي. عاوز ار 2، يبقى اول حاجه بقول ار 1 على ار 2، ار 1 بتساوي ايه؟ رو اي 1 ال 1 على ايه 1 في شقلب، ما انت بتقسم ده على ده، انا اقول في وشقلب اللي وراه. ار 2 عباره عن ايه؟ ايه 2 رو اي 2 ال 2، طير دي مع دي عشان انا قلت لك من نفس النوع، حلو، يبقى ساعتها تقول ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي ال 1 ايه 2 على ال 2 ايه 1. جميل قوي.
اشيل ايه ال واحد واحط مكانها؟ ليه يا عم انا ماليش دعوه، انا اروح اشيل في اللي حصل، زاد قل. تمام. اشيل ال واحد؟ لا ما تشيلش ال واحد. اشيل ايه 2؟ اشيل ايه 2 واحط مكانه نص ايه واحد. اشيل ال 2 واحط مكانها 2 ال واحد. اشيل ايه واحد؟ لا خلاص، طاير دي مع دي وطاير دي مع دي، اداني نص على الاثنين. واحد طارهم مع بعض، نص على الاثنين بربع. هو عاوز مين؟ هو عاوز الار 2. طب ار واحد كان مداني بكام؟ بار، يعني قيمه. ماشي. عاوز الار 2 في طرف لوحدها، تضرب مقص. معلش بقى عشان اللي ما بتشطب. يبقى ار 2 بتساوي 4 ار. يبقى ار 2. ايوه دي سهله يا مستر. ايوه ما انا عارف. هو هيجي هنا يطلب منك ايه؟ حصل ايه للمقاومه ار 2؟ عاوز يعرف ار 2 بكام؟ تقول له والله يا مستر دي بقت 4 ار. ماشي، زادت لاربع امثله. غير ما يجي يقول لك هو ار 2 زادت بمقدار كام؟ انا في البدايه اصلا كنت بار. حصل ايه؟ ار 2 حصل بقت ايه؟ بقت 4 ار. حلو، ده لو طلب منك عاوز المقاومه الثانيه بتاعت السلك بعد ما زودت الطول وقللت المساحه. لكن لو جه قال لك انا عاوز اعرف هي المقاومه زادت بمقدار كام، تفتكر مثال 10 جنيه والجنيه، يبقى ساعتها تقول لي المقاومه زادت بمقدار 4 ار ناقص الاصل ار يديني 3 ار. لو انت مش فاهم، كان معايا جنيه بقى ومعايا 10 جنيه، بيسالك انت بقى معاك كام؟ 10 جنيه. زي دي كانت مقاومتك ار 2 بقت 4 ار، عاوز المقاومه الثانيه 4 ار. لكن لما اجي اقول لك انت كان معاك جنيه بقى معاك 10 جنيه، انت زدت لازم يظهر كلمه بمقدار. زدت بمقدار. اول ما اسمع كلمه بمقدار دي خلاص تقول تعالى لي بقى يا مستر، تعالى انا كده بقى فهمتك. اول ما اسمع كلمه بمقدار يا راجل، ده انا كنت حاططها في ورقه قد كده عشان ما انساش وانا في ثانويه عامه. اول ما يقول لي انت زدت بمقدار كام، سهل قوي. انا كنت ار بقيت 4 ار. طب انا ما زدتش بمقدار 4 ار، امال زدت يبقى بمقدار 4 ار ناقص الاصل، يبقى 4 ار ناقص ار يديني كام؟ 3 ار. لحد هنا في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. انا كنت فاكر ان انا في الفيديو اللي فات شرحت لك المقاومه النوعيه والتوصيلات الكهربائيه، وانا بعتذر عشان انا بشرح الحته، يعني بشرح كتير مثلا وليكن لاماكن ثانيه، وفي نفس الوقت انشغلت بموضوع الجيش، فانا كنت فاكر ان انا شرحتها لك، فانا هشرحها لك وبعد كده نختم مع بعض الفيديو ده ونخلي الحل في فيديو لوحده علشان ايه ما ندخلش كل حاجه ببعضها. بس طبعا مش هننسى القدره الكهربيه والطاقه الكهربائيه. في حاجه اسمها ايه؟ المقاومه النوعيه للماده او للموصل. المقاومه كنت قايل لي ان انا عندي المقاومه الكهربيه تتوقف على المقاومه النوعيه لماده الموصل او للموصل بتاعي. طيب وجيت قلت لي بعد كده ان هي اسمها الرو اي، وحضرتك قلت لي ان الار بتساوي رو اي في ال على الاي. اقدر اقول ان قانونها دلوقتي بقى صح معايا، قانونها دلوقتي بقى عباره عن ايه؟ رو اي اجيبها في طرف لوحدها. اعملها ازاي دي؟ اضرب طرفين في وسطين، يبقى رو اي في ال بتساوي ار في اي. عاوز الرو اي لوحدها في طرف، يبقى اقسم على اللي قدامها، يبقى يظهر لي القانون ده. يبقى انا عندي الرو اي بتساوي ار في اي على ال. فواحد يقول لي اكتبها هنا، اقول له يا ابني انا ما عملتش حاجه، ده مش قانون جديد، مش عاوز اي حاجه تعتبرها ان هي قانون جديد. يبقى انا عندي المقاومه النوعيه هي عباره عن ار في اي على ال. يعني معنى كده اقدر اقول ان المقاومه النوعيه تتناسب تناسبا طرديا مع مساحه مقطع الموصل، وتتناسب تناسبا عكسيا مع طول الموصل. فواحد يقول لي شكرا يا مستر، واحد تاني مركز يقول لي الكلام ده غلط يا مستر عشان انا خدت الدرس قبل كده. فاقول له ازاي يا عم؟ يعني انت من القانون ده ما تقدرش تقول ان المقاومه النوعيه بتختلف باختلاف طول السلك او مساحه مقطع السلك؟ اقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لان احنا اتفقنا مع بعض من شويه، انا قلتها لك كنت فاكر ان انا اديتها لك، بنقول ان انا عندي النحاس ليه مقاومه نوعيه ثابته. يعني انا لو جبت وليكن، بس بشرط خلي بالك، يعني انا ممكن اجيب نحاس ونحاس تاني اغير، يعني مثلا نحاس عند درجه حراره معينه حلو،
واجيب برضو نحاس بس اغير درجه، يعني ما يبقاش ليه نفس درجه الحراره، يعني اسخنه، فاهم قصدي، اعلي عليه درجه الحراره، فساعتها مش هقدر اقول لك ان المقاومه النوعيه بتاعت ده زي مقاومه النوعيه بتاعت ده. فاحنا نقدر نقول وليكن ان لكل ماده مقاومه نوعيه بشرط ان عند ثبوت درجه الحراره. وليكن انا معايا سلك مصنوع من النحاس طوله 10 متر، ومعايا سلك مصنوع برضه من النحاس وموجود عند نفس درجه الحراره بتاعت السلك ده بس طوله 3 متر. فالواحد يقول لي استنى، كل ما الطول زاد كل ما المقاومه النوعيه تقل. اقول له لا، مفيش منه الكلام ده كله. المقاومه النوعيه بتاعت السلك ده قد المقاومه النوعيه بتاعت السلك ده. عشان كده لما انت ربنا يكرمك وتخش بعد شهر واتنين كده في ثانويه عامه ويجي لك السؤال بتاع المقاومه النوعيه ده، انت ما بتقراش السؤال، انت بتشوف اخر السؤال مكتوب فيه كلمه المقاومه النوعيه ولا توصيلات كهربائيه. ازاي يعني يا مستر؟ يعني الراجل اللي ما بيجيب لك السؤال هو بيبقى قاعد عاوز يضحك عليك، بيقول لك ان انا عندي وليكن سلك مقاومته ار وطوله 2 ال او طوله وليكن 50 متر ومساحه مقطعه وليكن مثلا 30 سنتيمتر مربع. عملت ايه يا عم؟ قال لك انا زودت طوله فخليته 100 متر ومساحه مقطعه قللت شويه عن مساحه المقطع اللي فوق. وجاي يقول لك ان السلكين مصنوعين من نفس الماده، فعاوز يعرف هو حصل ايه للمقاومه النوعيه، او حتى ما يقولكش ان الاثنين من نفس الماده، لا لازم يقولها طبعا. ليه يا مستر؟ لان حضرتك يا مستر او مثلا لازم يقول الاثنين من نفس الماده. ما هو انت معلش ده من نحاس ده لازم يبقى من نحاس، بس هو الفكره ان واحد اطول من الثاني، واحد المساحه بتاعته اقل من الثاني، فساعتها بيجي يسالك في الاخر استنى يا عم المقاومه النوعيه بتاعته هيحصل لها ايه؟ فواحد تلاقيه على طول متسرع يقول يا مستر تبعا لهذا القانون R1 على R2 بتساوي رو اي 1 في L1 A2 على رو E2 L2 A1، ويبدا عاوز يقارن ما بين ده وده، ومعاه طبعا ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده، وعاوز يروح يجيب الحل على طول، وهيلاقي الراجل حاطط له الاجابات وطالع مبسوط والدنيا زي الفل. الاجابه المقاومه النوعيه تظل ثابته، مش هيحصل لها اي حاجه. ليه يا مستر؟ زود في الطول براحتك، زود في المساحه براحتك، اهم حاجه انا شايف كلمه ايه؟ ان انا عندي السلك نوعه ما اتغيرش، نوعه من النحاس. طبعا عند ثبوت درجه الحراره، هو لو عاوز يغير في درجه الحراره هيقول لك ان انا غيرت في درجه الحراره. لكن لو انا معايا سلك من نحاس وسلك تاني من نحاس بس الاثنين مش على نفس درجه الحراره، يبقى الاثنين ما لهمش نفس المقاومه النوعيه. لكن هو ما بيلعبش معاك في الحته دي، هو بيقول لك ان انا عندي سلك مصنوع من نحاس طوله كذا مساحه مقطعه كذا، ومعايا نفس السلك بس المره دي طوله اكبر شويه ومساحه مقطعه وليكن اكبر شويه، فعاوز يعرف المقاومه النوعيه اختلفت ولا ما اختلفتش. ساعتها اقول له ما اختلفتش. ليه؟ لان المقاومه النوعيه ما بتتوقفش على طول ولا مساحه. وعشان كده انا قلت لك سؤال علل لرجاله الازهر، المقاومه النوعيه بتاعتي خاصيه فيزيائيه مميزه. ليه؟ لان انا ما عنديش مادتين لهم نفس المقاومه النوعيه عند ثبوت درجه الحراره. ومن هنا طلعت لك قانون المقاومه النوعيه. اقدر اقول لك يا مستر ممكن تطلع تعريف للمقاومه النوعيه؟ تقدر تقول ان انا عندي، اسمع كده، المقاومة النوعية التعريف بتاعها تقدر تقول هي مقاومة موصل. اسمع كده، مقاومة موصل ماله طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. فواحد بتاع أزهر يقول لي معلش أنا يهمني الحفظ، يهمني التركات دي، أنت عرفت على أساس إيه؟ أقدر أقول له إن أنت عندك من القانون اللي أنا طلعته لك ده، اسمع كده، هي مقاومة موصل، كأني بتقول لي ان المقاومه النوعيه هي الار. ما هي المقاومه النوعيه هي مقاومه موصل ماله طوله 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر مربع. لما ده يبقى بواحد وده يبقى بواحد، يبقى ساعتها المقاومه النوعيه تبقى فعلا هي مقاومه موصل. فهمت حاجه؟ محدش وصل له؟ بص كده، المقاومة النوعية هي الار، هي مقاومة موصل ماله. امتى الرو اي تساوي الار؟ لما يكون عندي طول الموصل ب1 متر ولما يكون عندي مساحة مقطع الموصل بتاعي بكام؟ ب1 متر. طيب يا مستر ايه وحدة القياس؟ انت قلت لي تبعا لهذا القانون ان الرو اي بتساوي ار اي على ال. تقدر تقول لي ده وحدة قياسه اوم، ده متر مربع، ده متر،
التربيع يروح مع المتر اللي تحت يديني اوم في متر. صعبه؟ صعبه؟ لا يا عم مش صعب. طيب لحد هنا مفيش اي مشكله. طب وبعد كده خلاص خدنا المقاومه النوعيه، وخدنا ايه يا عم؟ وخدنا وحده القياس بتاعتها. وفي وحده القياس يعني كانت الاول زمان موجوده عندنا في بعض الكتب ومش موجوده في المذكرات، ولكن بداوا ان هم يقولوها في حاجه اسمها السيمون، والسيمون دي اللي هي اوم اس سالب واحد. اسمها ايه؟ اوم اس سالب واحد. طيب بما ان احنا خدنا المقاومه النوعيه ماشي، في حاجه اختها بس عكسها اسمها التوصيليه الكهربيه. ايه التوصيليه الكهربيه دي؟ بص يا سيدي، انت لما دلوقتي بتسال وليكن راجل كهربائي، تيجي تقول له هو السلك اللي ماشي فيه التيار ده او السلك بتاع وليكن اللي بيتحط في البرايز ده ليه مصنوع من النحاس؟ فيجي يقول لك عشان التوصيليه الكهربيه بتاعته عاليه. عشان ايه؟ عشان التوصيليه الكهربيه بتاعته عاليه. تمام. يبقى خلي بالك اللي احنا قلناه على المقاومه النوعيه هنقوله على التوصيليه الكهربيه بس هنعكسه. ليه؟ لان التوصيليه الكهربيه بص كده هي عباره عن مقلوب المقاومه النوعيه. فلو ان المقاومه النوعيه بتاعتي ده كان قانونها اهو ار اي على ال، فاقدر اقول اذا التوصيليه هي عباره عن واحد على المقاومه النوعيه، يعني بتساوي ال على ار اي. صعبه؟ لا يا عم مش صعبه. فواحد يقول لي ممكن تعرفها، اقول له سهل. احنا مش ممكن نقول ان انا عندي التوصيليه الكهرباء هي مقلوب المقاومه النوعيه؟ ادي تعريف. تمام؟ صعب لحد هنا؟ لا يا عم مش صعب. ممكن تقول لي تعريف تاني؟ في المقاومه النوعيه كنا بنقول هي مقاومه موصل طول 1 متر ومساحه مقطوعه 1 متر مربع، صح؟ طب ما احنا ممكن نقول ايه؟ هي بص هي مقلوب، هي اهي هي مقلوب مقاومه موصل. امتى؟ لما يكون طوله 1 متر ومساحه مقطوعه 1 متر مربع. ظهر كلمه مقلوب فهمت ان هي التوصيليه الكهربائيه. طيب يا مستر وحده القياس بتاعتها، وحده القياس بتاعت المقاومه النوعيه هي اوم في متر. هنا هتبقى بص هنا دي متر ودي اوم ودي متر مربع، يبقى اقدر اقول متر اوم متر مربع. دي تطير مع دي يبقى يديني اوم اس سالب واحد في متر اس سالب واحد. وممكن يكتبها لك في الامتحان بما ان اوم اس سالب واحد بتسمى حاجه اسمها سيمون، يبقى ممكن يكتبها سيمون. ما هو سيمون يعني اوم في ايه؟ اس سالب واحد في متر اس سالب واحد. لحد هنا في اي مشكله؟ يبقى السيمون بتساوي ايه؟ اوم اس سالب واحد. لحد هنا في اي مشكله؟ لا مفيش اي مشكله. يبقى كده يا مستر المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه ايه العوامل اللي توقف عليها المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه؟ هل طول السلك؟ هل مساحه مقطع السلك؟ الاجابه لا. امال ايه؟ نوع ماده الموصل، درجه الايه؟ درجه حراره الموصل. يعني الطول بتاعي زاد، المساحه بتاعتي قلت، الطول بتاعي مش عارف حصل له ايه، المساحه بتاعتي حصل لها ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ المقاومه النوعيه تظل ثابته. ايه اللي هيحصل؟ التوصيليه الكهربيه تظل ثابته، ما دام ان هو ما غيرش في نوع ماده مين؟ نوع ماده الموصل بتاعي، ولا ما غير في ايه؟ في درجه الحراره بتاعتي. لحد هنا انت زي الفل، وخلصت المقاومه النوعيه يا باشا، وخلصت مين؟ وخلصت التوصيليه الكهربيه. طيب عندك دلوقتي انت ايه؟ عندك الحته بتاعت سحب سلك وثني سلك، صح كده؟ يبقى انت عندك في حاجه اسمها سحب سلك فزاد طوله وقلت مساحته. طب عندي حاجه اسمها ثني سلك هديك عنها كام سؤال. في حاجه اسمها اعيد تشكيل سلك او موصل. الثلاثه دول لما خدتهم يبقى انت كده لحد دلوقتي في الامان. بعد كده ناخد حاجه اسمها الطاقه الكهربيه وحاجه اسمها القدره الكهربيه، وليهم كام قانون، وبعد كده هنقول الوحدات بتاعتهم، واقول لك السلام عليكم والف مبروك انت خلصت اول درس، ونخش ان شاء الله على الدرس الثاني اللي هو بالنسبه للناس عامل يعني وش لدماغهم شويه. طيب ركز معايا. بص يا سيدي، اوقات بيجي يقول لك
انا عندي وليكن سلك اهو زي القلم ده اعتبره سلك، وبيجي يقول لك سحب سلك. انت متوقع لو معاك تين صلصال على شكل القلم ده او على شكل السلك كده وجيت سحبته، فجيت قلت لك ادي السلك وجيت سحبته، ايه اللي هيحصل؟ تقول لي يا مستر اول حاجه الطول بتاعه هيزيد، فجيت انا قلت لك زاد طوله الى الضعف. بالعقل كده معاك تين صلصال وعامله على شكل سلك قد القلم وجيت سحبته، ايه اللي هيحصل؟ طوله هيزيد بس سمكه هيقل، صح ولا مش صح؟ فمن الاخر اول ما اسمع كلمه سحب سلك فزاد طوله الى الضعف، على طول يحصل ايه للمساحه؟ يقل بنفس النسبه اللي زاد بيها الطول. زاد طوله الى الضعف يبقى المساحه قلت للنص، زاد طوله الى 3 امثال يبقى المساحه قلت للثلث، تمام؟ زاد طوله ل4 امثال يبقى المساحه قلت للربع، تمام؟ طب واحد يقول لي سحب سلك مثلا، سحب سلك فقل نص قطره الى النص. فواحد يقول لي انت عمال تقول لي طول ومساحه، ايه اللي دخل نص القطر دلوقتي؟ ما انت ترجع شويه، انا بديك قانون بقول لك ان المساحه بتساوي باي ار تربيع. معنى كده لما انا اجي اقول لك ان انت عندك نص القطر قل للنص، ايوه انا لما هسحب نص القطر هيقل، السمك بتاعي هيقل، لما ده يقل للنص يبقى المساحه تقل. اوعى تقول للنص هزعل منك، في تربيع، النص يبقى ربع يعني المساحه تقل للربع، يعني الطول يزيد ل4 امثال، وخلي بالك من الكلام اللي انا بقوله لك ده. طيب يبقى كلمه سحب سلك ماشي، سحب سلك فزاد طوله الى الضعف، يبقى بص اول لما ببدا السؤال بتاعي ال2 بتساوي 2 ال1، يلا بقى كمل، فيجي يقول لك ماذا يحدث للمقاومه؟ يا عم فين المساحه؟ طب ما انا بقول لك سحب سلك انت تجيبها على طول، سحب سلك فزاد طوله الى الضعف يبقى المساحه من غير ما افكر قلت للنص. طب يبقى المقاومه ار2 بقت كام من ار1؟ معرفش، تعالى نجيبها. اجيبها ازاي يا عم؟ ما هو مش انا اديتك ار1 على ار2 بتساوي نفس الماده، مش هحط الرو ال1 A2 ال2 A1، شكرا. اشيل ال1؟ لا ما اشيلش ال1. اشيل ال2؟ اشيل ال2 واحط مكانها 2 ال1. اشيل مين؟ A2 واحط مكانها نص A1. طير دي مع دي وطير دي مع دي يديك ربع. طيب عاوز ار2 اضرب ده في ده وده في ده يديني ان ار2 بتساوي كام؟ 4 ار1. كده سألك انا عاوز اعرف ايه اللي حصل لمقاومة السلك، زادت ل4 امثالها. طب لو جه قال لك انا عاوز اعرف المقاومة زادت بمقدار ايه، يبقى تطرح 4 ار1 من ار1 يديك 3 ار1. صعبة؟ طيب ممكن يجي يقول لك ايه؟ سحب سلك فقل نص قطره وليكن الى الثلث، يعني ار2 بقت ثلث ار1. اعملها ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ واحد يقول لي اعملها ازاي دي يا مستر؟ بص يعني ما انت دلوقتي عاوز تطلع ايه؟ عاوز اعرف المساحه قلت بمقدار كام او زادت. ما هو انا السحب يبقى المساحه تقل، حصل ايه للمساحه؟ عشان لما المساحه تقل بمقدار حاجه هقول ان الطول زاد بنفس المقدار، صح كده؟ يبقى هو جه في السؤال قال لك سحب سلك فقل نص قطره الى الثلث، وعاوز يعرف المقاومه حصل لها ايه، وده اهم سؤال ممكن يجي لك في الحته دي، فتفضل انت قاعد مش عارف تعمل ايه، فتقول انا لازم اعرف حصل ايه للمساحه. يعني ايه كلمه حصل ايه للمساحه؟ يعني A2 بقت بتساوي كام من A1، ولازم وانت راح تحل تبقى عارف ان A2 لازم تقل، ما انت سحبت حاجه يعني سمكها قلت. طيب اعملها ازاي دي؟ وانت خدت قانون غير ان الاي بتساوي باي ار تربيع؟ لا، فانا هقول خلاص والله انا هعمل مقارنه بين الايهات، A1 على A2 بتساوي A1 عباره عن باي R1 تربيع، A2 عباره عن باي R2 تربيع. شكرا. الباي تروح مع الباي، R1 تربيع اشيلها؟ لا يا عم انا المفروض اشيل R2 واحط مكانها ثلث R1. طيب يبقى هسيبها زي ما هي، R2 تربيع اشيلها واحط مكانها ثلث R1 الكل تربيع، وهتنسى التربيع دي ازعل منك. دخل التربيع على الثلث
ودخل التربيع على الار، يديني A1 على A2 بتساوي R1 تربيع على 9 فيها R2 تربيع. صعبة لحد هنا؟ لا يا عم مش صعبة لحد هنا. أعمل إيه؟ آسف دي R1. أعمل إيه؟ طير دي مع دي، اديني مين؟ اديني إن A1 على A2 اديني 1 على 1 على 9، 9 تطلع فوق يبقى يديني 9 على 1. ايه اللي حصل؟ معرفش والله. تعالوا نضرب طرفين في وسطين. 2 في 9 ب9 2 بتساوي A1. انا عاوز اعرف A2 حصل لها ايه؟ يبقى تشيل الرقم من قدامها تقسم هنا على 9 وتقسم هنا على 9، يبقى يديني ان A2 بتساوي 9 A1. يديني ايه؟ ان A2 يديني ايه؟ بتساوي 9 A1. فعلا يا مستر كده عرفت ان المساحه، ان انت لما نص القطر قلل الطول المساحه قلت للتسع، يبقى الطول زاد لايه؟ زاد ل9 امثال، يبقى L2 بتساوي 9 L1. حلو حلو. بعد كده عاوز ايه؟ عاوز R2 حصل لها ايه؟ خلاص يا عم يبقى اقول R1 على R2 بتساوي L1 A2 في L2 A1. شكرا. اعمل ايه يا مستر؟ اشيل L1؟ لا ما اشيلهاش، سيبها زي ما هي. اشيل A2؟ اشيلها واحط التسعة A1. بعد كده اشيل ال2 واحط مكانها 9 L1 في اشيل A1؟ لا سيبها زي ما هي. طير يديني 1 على 9 في 9. تمام. اضرب طرفين في وسطين، اذا يديني يا مستر، اضرب دي كده ويضرب دي كده، يديني يا مستر ايه؟ يديني ان انا عندي R2 بتساوي R2 بتساوي 9 في 9 في R1، يعني هنا 81 بس. شكرا مستر. صعبة؟ لا يا عم مش صعبة ولا أي حاجة. طيب كده أنت خدت كلمة سحب سلك. ماشي. فاضل يا مستر؟ فاضل ثانية. طيب بس قبل ما أخش على ثانية لقيت إن في برضه حتة بيلعب معايا فيها، مش طلعت بمقدار بس اللي هو اتنقص والكلام ده. امال ايه يا عم؟ يجي يقول لك سحب سلك فزاد طوله بنسبة 50%. يعني من الاخر انا دلوقتي عاوز يا مستر اقول والله ايه اللي حصل للطول عشان اقول لي المساحة واخش احل على طول. ايه 50% دي؟ ماشي. كأني بقول لك ان انت كان معاك سلك وزاد طوله بنسبة 50%، يعني كأني انا بقول لك ان القلم ده 100% وهحط عليه 50%، يبقى النسبة بتاعتك بقت كام؟ بقت 150%. يبقى طوله بقى 150% من L1. ايوه ايه الشكل الكبير ده؟ يعني انا عاوز اشيل ال 100% دي، راح احط عليه اعمل ايه؟ اقسم على 100. لما تقسم على 100 يديك ايه؟ ان L2 بتساوي 1.5 L1. خلاص يبقى A2 حصل لها ايه؟ المساحة بقت 1.5 L1، يبقى المساحة بقت 1 على 1.5 A1. اخش احل براحتي. صعبة؟ لا يا عم مش صعبة، وكده زي الفل. تمام. خلصنا صاحبة؟ خلصنا صاحبة. ايه سونيا دي؟ سونيا كأن معايا السلك اهو وجيت قلت لك سونيا سلك تنيته. ايه اللي حصل للمساحة؟ المساحة زادت. ايه اللي يحصل للطول؟ الطول يقل. يبقى عكس الكلام اللي احنا قلناه. يبقى سحب سلك، خلاص فهمت، الطول هيزيد المساحة هتقل وبنفس النسبة. سونيا ده سحب. سونيا سلك بقى المساحة تزيد والطول يقل. اعتذر لو انا اخطأت، المهم ان انا سحبة الطول يزيد المساحة تقل. سونيا المساحة تزيد الطول يقل. فلو انا جيت قلت لك سونيا سلك فزادت مساحة مقطعه للضعف، يحصل ايه للطول؟ يقل للنص. طب لو انا جيت قلت لك ان سونيا سلك فزاد نص قطره للضعف، فتروح تشتغل بالعلاقة دي، تقول يا مستر استنى، نص القطر حصل له ايه؟ زاد للضعف. حاضر. ايه 1 على 2 بيساوي باي ار 1 تربيع على باي ار 2 تربيع. اهو شلت الباي مع الباي بقى خلاص. شيل ار 2 وحط مكانها 2 ار 1 بس ما تنساش انك تربعها، يبقى يديني 4
R1 طير دي مع دي يديني ان A2 بتساوي 4 A1. يعني لما انت زودت نص قطر للضعف يبقى المساحة زادت ل4 امثالها، يبقى الطول قل للربع، واشتغل بالعلاقة اللي انا اديتها لك R1 على R2 بتساوي L1 في A2 على L2 في A1. صعبة؟ لا، دي سحب يوسونيا. ايه بقى أعيد تشكيل؟ لو انا وليكن معايا تين صلصال او موصل على شكل مكعب، وجيت قلت لك أعيد تشكيله، ماشي؟ يعني انا مثلا بقول لك ان هو كان موصل على شكل مكعب ومديك طول الموصل بتاعي او طول الضلع بتاعي، وبعد كده جيت قلت لك أعيد تشكيله بحيث ان انا خليته على شكل ايه؟ حاجه اسطوانيه، ماشي؟ وبعد كده بيطلب منك وليكن، يعني السؤال ده اصلا انت عندك هتلاقيه في اي ملخص كده في البدايه، ماشي؟ وبيجي يطلب اعتقد منك المقاومه الثانيه، ماشي؟ هو كده مش تحس ان هو مش مديك اي حاجه، يعني انت اصلا بتلاقي نفسك ان انت ايه، على ما اتذكر اللهم ذكرني، يعني بتلاقي ان الراجل، يعني انا لو حاططها معايا في المذكره بتاعتي مش عارف، بس هي هتلاقيها عندك في اهو. الراجل بيقول لك ان انت عندك مكعب مصمت من ماده موصله طول ضلعه مكعب 10 سنتيمتر، ثم أعيد تشكيله، يعني كأنك معاك تين صلصال على شكل مكعب وجيت هوب شكلته، بس في البداية كان المكعب طول ضلعه كام؟ 10 سنتيمتر. رحت قعدت أشكله لحد ما خليته سلك. فجاء قال لك أصبحت مقاومته 20 أوم. فإذا كانت المقاومة النوعية للمكعب 10 أس سالب 7، عاوز يعرف طول السلك ونص قطره. أنت قاعد دلوقتي مش عارف تعمل إيه. ايه اللي دخل المكعب طول ضلعه بعد كده خليته سلك؟ اعمل ايه يعني؟ ترجع لو انت فايق. ايه اللي دخل الحجم في الموضوع ده؟ كان في قانون انت هنا حاطه اللي هو الفوليوم بتساوي ايه في ال. استنى، يعني انا لو جبت الفوليوم ممكن الدنيا تبقى زي الفل معايا. هو الموصل كان شكله عامل ازاي؟ شكل المكعب طول ضلعه كام؟ 10 سنتيمتر. طيب حلو قوي، انا هجيب الحجم وان شاء الله ربنا ايه هيسرها معايا. اجيب الحجم ازاي؟ حجم المكعب انا مش فاكره بصراحه، ماشي يا عم نعتبر ان انت ناسي. حجم المكعب هو عباره عن الفوليوم بتاعتي بتساوي ال تكعيب، بس ال ب 10 سم، لازم احولها لمتر. يعني اعمل ايه عشان تخلص هنا؟ 10 في 10 اس سالب 2 كده تحول للمتر، يبقى تقدر تقول 10 في 10 اس سالب 2 الكل تكعيب. كده انت جبت الحجم بالمتر مكعب، جبت الحجم. طيب عاوز انت بتقول لي يا مستر بعد اذنك عاوز اجيب المقاومه وعاوز اجيب مين وعاوز اجيب طول الموصل. طب سهله وبسيطه، ماشي. انا اعرف يا مستر انت مديني مقاومه السلك، حلو، مديني مقاومه السلك ومش مديني مساحه ومش مديني طول. يعني انا لو عاوز اجيب ايه، ادي هنا الار بتساوي رو اي في ال على الايه، حلو. انت مديني دي ب 20 مقاومه السلك ومديني الرو اي بتاعت السلك، شكرا، بس مش مديني لا ده ولا ده، وطالب مني ده وطالب مني نص القطر، وانا عشان اجيب نص القطر لازم اجيب مين؟ المساحه، وده كمان مش معايا. طيب انت جبت الحجم، ماشي. طب استنى بقى، هو ازاي يا مستر الحجم اللي انت جبته ده مش حجم مكعب؟ يعني انت لو معاك تين صلصال حجمها مثلا 50 متر مكعب وشكلتها على اي شكل تاني، طبطبتها كده خليتها شبه الطبق، حجمها اتغير؟ لا يا عم والله حجمها ما اتغيرش. اذا الحجم ماشي معايا. انت معاك المكعب كان على شكل مكعب، رحت خليتها على شكل حاجه تاني، خلاص الحجم هو ما حصلش اي حاجه. فهي نفس الكلام. اقدر اقول لك عاوز تجيب مين الاول؟ حابب تجيب الطول الاول ولا تجيب نص القطر؟ واحد يقول لي هتفرق، اقول له مش هتفرق. عاوز تجيب الطول الاول يبقى هتشيل الايه، عاوز تجيب المساحه الاول يبقى هتشيل ال. تعالى يا عم نجيب الطول الاول. طيب بما ان الفوليوم بتاعي بتساوي ايه في ال، جميل. طب انت عاوز تجيب مين؟ عاوز اجيب الطول الاول، يبقى عاوز اتخلص من الايه، يبقى اقسم هنا على ال واقسم هنا على ال، يبقى الايه بتساوي فوليوم على ال. اقدر اقول له شيل الايه وحط مكانها فوليوم على ال.
ال تطلع فوق يبقى رو اي في ال تربيع على الفوليوم. معاك الرو اي معايا، معاك الطول مش معايا، معاك الفوليوم معايا اللي انا جبته فوق ما تنساش تحوله، معاك الار ب 20 اوم. اقدر اجيب مين؟ ال تربيع واجيب جذرها. جبت ال. بعد ما جبت ال ارجع للقانون الاصلي اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو بيقول ان الار بتساوي رو اي في ال على الايه. معاك الار معايا الرو اي معايا ال معايا المساحه هي اللي مجهوله هجيبها. بعد ما اجيبها افكها القانون ان الاي بتساوي باي ار تربيع، وهو عاوز الار وليس الار تربيع. بعد ما اجيب الار تربيع اجيب جذرها واجيب مين؟ اجيب الار بتاعتي. لحد هنا انت زي الفل. ما فاضلش معاك غير القدره الكهربيه والطاقه الكهربيه، ونختم معاك ان شاء الله الفيديو ده. خد نفس يا بطل، ويعني ادعي لنا ان القلمه تكفي معانا، ما نضطرش ان احنا نروح نشتري قلمه ونيجي تاني. يلا نكمل. طيب في حاجه اسمها الطاقه الكهربيه المستنفذه. ايه الطاقه الكهربائيه المستنفذه دي؟ بص يا عم، ركز كده معايا، ركز. مش انت عندك الفي بتساوي دبليو على الكيو؟ ممكن تجيب الدبليو في طرف لوحدها، اجيب لك الدبليو في طرف. اذا الدبليو بتساوي في كيو. ماشي. مين الدبليو دي؟ الشغل، طاقة. طب ممكن تفك الكيو دي، فكها لمين يا مصر؟ مش انت عندك ان الاي بتساوي كيو على التي، يبقى كيو بتساوي اي في تي. حلو. يبقى اذا الدبليو بتساوي في اي في تي. دي مين؟ دي الطاقة والطاقة المستنفذة لو لعب في الزمن الطاقة تتغير. حلو كده؟ يبقى خلي بالك الطاقة المستنفذة بتتوقف على الزمن؟ بتتوقف على الزمن. حلو؟ طيب يبقى الطاقة المستنفذة عبارة عن مين في مين في مين؟ جهد في تيار في زمن. وهنا بقى في ناس للأسف لما بيجي يسألها على وحدة قياس معينة اللي هي عبارة عن فولت في أمبير في ثانية بينساها. بينسى أصلا، بيقول إيه ده وأنا خدت في حاجة اسمها إيه دي؟ بينسى. وتيجي تقول له الطاقة المستنفذة، إيه ده خدتها؟ خدتها. يبقى الطاقة المستنفذة هي عبارة عن إيه؟ فرق الجهد في التيار في الزمن بتاعي. طب إيه هي الوحدة القياس بتاعتها؟ فولت في أمبير في مين؟ في ثانية. وأصلا وحدة الطاقة والشغل إيه؟ وحدة الطاقة والشغل الأساسية هي الجول. يبقى أنا عندي جول وفولت في أمبير في إيه؟ في ثانية. لحد هنا في أي مشكلة؟ لا يا عم مفيش أي مشكلة. طيب واحد تاني يقول لي يا مستر معلش بعد إذنك، ممكن نطلع للطاقة المستنفذة دي وحدات كتير وأشكال كتير للقانون ده؟ تعالى كده واحدة واحدة، ركز بس معايا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا سيدي، يلا بقى نعد. الدبليو بتساوي في اي في تي. وحدة القياس بتاعتها فولت في امبير في ثانية. واحد تاني يقول لي ممكن تبقى الدبليو بتساوي الفي، انا اشيلها واحط مكانها ايه؟ فاكر انت صيغة قانون الفي بتساوي اي في ار. حلو. اشيل الفي واحط مكانها اي في ار وانزل الباقي. ساعتها اي في اي باي تربيع في ار في تي. ساعتها هطلع منها وحده تانية، الاي امبير تربيع والار اوم والزمن ثانيه. واحده كمان ارجع للاصل تاني واقول له انت شلت الفي، مش ممكن اشيل الاي واثبت الفي والتي. حاضر، اشيل الاي واحط مكانها، ما انت خدت قانون بيقول ان الار بتساوي في على الاي. لو عاوز الاي في طرف تبدل الاثنين دول، يبقى هنا الاي وهنا الار. يبقى انا ممكن اشيل الاي واحط وراها مكانها في على الار، يبقى انزل الفي زي ما هو واشيل الاي واحط مكانها في على الار ونزل الزمن في تربيع على الار مضروب في تي. الوحده بتاعتي في يعني فولت تربيع، والزمن يعني ثانيه مقسومه على المقاومه اللي هي اوم. صعبه؟ لا يا عم والله صعبه. طيب واحد تاني يقول لي طب ما ممكن، معلش يعني قول يا عم. ممكن يا مستر انا اصلا من هنا
ما هو انا لو انا شلت الاي وحطيت مكانها، وليكن حطيت مكانها مثلا كيو على التي، فالتي هتطير التي فيديني في كيو فيرجعني للاصل. فيرجعني ايه؟ فيرجعني للاصل. يبقى انا ممكن اشيل الفي واحط مكانها اي ار، ممكن اشيل الاي واحط مكانها في على ار، يبقى انا كده عندي كام شكل للقانون بتاعي؟ في اي في تي، اي تربيع في ار في تي، في تربيع على ار في تي. لحد هنا في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. وعندك كام وحده ليها للطاقه الكهربائيه المستنفذه؟ عندي 4 وحدات، فولت في امبير في ثانيه، امبير تربيع في اوم في ثانيه، فولت في ثانيه على الاوم، واخر وحده اللي هي الجول، واوعى تنسى الجول. لحد هنا مفيش اي مشكله وانت زي الفل. بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها الطاقه او القدره الكهربيه. ايه القدره الكهربيه دي؟ القدره الكهربيه دي من الاخر بتمسك الطاقه الكهربيه بتاعتك، تمسك الطاقه الكهربائيه بتاعتك وتقسمها على الزمن، وتقسمها على الزمن. اذا القدره الكهربيه، وخلي بالك القدره الكهربيه لا تتوقف على الزمن. ليه؟ ادي اهو الدبليو، اشيل الدبليو واحط مكانها القانون الاساسي بتاعها، فولت في تيار في امبير، فرق الجهد في شده التيار في زمن على الزمن. فالزمن يقول لي الزمن مع السلامه. انا قلت لك القدره الكهربيه هي عباره عن مين؟ القدره الكهربيه هي عباره عن ان انت جبت الطاقه الكهربيه المستنفذه وهقسمها على مين؟ هقسمها على الزمن. ماشي، اداني مين؟ اداني فولت او فرق الجهد في مين؟ في التيار الكهربي. يبقى انا كده عندي القانون الاساسي بتاع قدره كهربيه، فرق الجهد في التيار. هل القدره الكهربيه تتوقف على الزمن؟ لا. هل الطاقه الكهربيه المستنفذه بتتوقف على الزمن؟ لكن القدره ما بتتوقفش على ايه؟ على الزمن. طيب تقدر تطلع لي كام قانون ليها؟ بس قبل ما تطلع لي كام قانون ممكن تقول لي ايه الوحده الاساسيه بتاعت القدره الكهربيه؟ الوات. ومن هنا تقدر تقول لي تعرف لي الوات. هي الوات عباره عن ايه؟ هو الوات عباره عن القدره الكهربيه امتى؟ عندما يستهلك الجهاز طاقه كهربيه مقدارها 1 جول في زمن قدره 1 ثانيه. انت عرفتها ازاي دي يا مستر؟ مش احنا بنقول ان البي دبليو بتساوي دبليو على التي، صح كده؟ طيب مين ده؟ ده القدره الكهربيه. انت بتقول لي عرف مين؟ الوات. هو الوات بيقيس مين؟ القدره الكهربيه. يبقى الوات هو القدره الكهربيه امتى؟ لما الجهاز بتاعي يستهلك طاقه كهربيه مقدارها 1 جول في زمن قدره 1 ثانيه. يبقى البي دبليو بتساوي بتساوي دبليو على التي، ومن هنا اقدر اطلع وحده قياس الدبليو على التي. يعني كانك بتقول لي، خلينا واحده واحده كده، البي دبليو بتساوي دبليو على التي، ومن هنا تقدر تطلع ان هي عباره عن جول على الثانيه، والقدره وحدتها الاساسيه وات. يبقى انا كده عندي كام وحده لحد دلوقتي؟ 2. طيب ما تشيل يا مستر الفي وحط مكانها اي في ار، يبقى البي دبليو بتساوي اي في ار في اي، تنزل الاي زي ما هي، اي في اي باي تربيع، يبقى اي تربيع في ار. طب بعد كده ممكن تثبت دي وتشيل الاي وتحط مكانها في على ار، يبقى البي دبليو بتساوي في على الار، في تربيع على ار. طيب ممكن تطلع وحده من هنا، معلش الان بقى عشان بيشطب معانا. الاي هنا امبير تربيع في اوم، طب هنا فولت تربيع على الاوم. ماشي لحد هنا انت زي الفل. طلعت كام وحده؟ طلعت جول على الثانيه، الوات، امبير تربيع في اوم، واخر واحده فولت تربيع على الاوم. وبكده انت يا عم اديتك الحمد لله الوحدات كلها. بس لو انت بقى عاوز تضيف لكل وحده من عندك، نقول ان انت هتفرق بيها عن اي حد، واي حد ان شاء الله يسمعنا، هنا هنضيف لك وحده زياده وهنا هنضيف لك وحده زياده. بص يا سيدي كده، انت هنا خدت مش انك الشغل بتساوي اف في دي، يعني ممكن اقول، مش انت بتقول ان الدبليو بتساوي في في اي في تي؟ طب ما ده اصلا طاقه هي الشغل، يعني اقدر اقول ان الجول برضو او الوحده دي او الوحده دي او الوحده دي تكافئ اللي هي وحده الشغل اللي هي اف في دي، اللي هي عباره عن ايه يا عم؟ الاف يعني نيوتن، وهنا يعني متر، فك دي يعني عباره عن ايه؟ القوه عباره عن ام في جي، يعني عباره عن كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، كل ده مضروب في متر، يبقى في الاخر يديني ايه؟
كيلو جرام في متر تربيع على الثانيه تربيع. لما بتجيلك في الامتحان بتعمل نفسك ان انت ايه، والله كأن عمرك ما خدتها، بس ممكن يجيبها لك عادي. طيب نقدر نجيب هنا واحده ثانيه؟ يا عم نقدر نجيب واحده ثانيه. بص يا سيدي، مش انا جيت قلت لك بص كده، انت هنا قلت ان ممكن اقول جول على الثانيه، صح ولا مش صح؟ صح يا عم. طيب ما هو انا ممكن اقول بما ان البي دبليو بتساوي دبليو على التي، ماشي، واحنا قلنا ان هي وحدتها جول على الثانيه. طب ما انت قلت لي بما ان الدبليو بتساوي اف في دي، وانا عندي يا مستر قلت لي مين ده؟ كنا بنقول عليه الشغل، يعني وحدته جول. طيب وده نيوتن وده متر، يعني انا ممكن اشيل الجول واحط نيوتن في متر، يبقى اقدر اقول ايه؟ نيوتن في متر على الثانيه. كده انا ضفت لك وحده هناك ووحده هنا، ممكن انت اصلا تبقى عارفها عن طريق ان انت شاطر وعارف قانون الشغل بتاعك، بس ممكن انت خايف ان انت تحطها علشان لعل وعسى ممكن الاستاذ بتاعك ما حطهاش في المذكره وفاكر ان انت عارف القانون ده. تمام لحد هنا؟ تمام يا عم لحد هنا. وبكده احنا نقدر نقول لك ان احنا الحمد لله ختمنا الفيديو بتاعنا على خير. اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا ابسط لك الدرس الاول على محاضرتين، وما تخافش ان شاء الله هنحل مع بعض وهنحل اسئله على شده الاضاءه، ما تخافش انا عارف ان احنا الحته دي ما قلناهاش. اتمنى ان انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره معانا علشان تدعمنا ونقدر ان شاء الله نحقق حلم ال100,000 مشترك. ولو انت اول مره تتابعنا وحابب تتابعنا باستمرار، هحط لك ان شاء الله رقم الواتس بتاعي تحت ولينك الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، تقدر تبعت لي واتس، تبعت لي اسمك، تسجلني واسجلك ان شاء الله وتتابع الاستوريهات بتاعنا. لو في اي مشكله عندك في الدرس الاول او حته معينه انت واقع فيها او عندك مشكله اصلا في الفيزياء نفسها، تقدر تكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. اتمنى ان احنا ما نكوناش تقال عليكم في المحاضرتين دول. سلام يا بطل.